لقد قلب المغرب موازين السياحة في إفريقيا، وفاجأ العالم بتحقيقه إنجازاً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2025، حيث تصدر قائمة الوجهات الإفريقية الأكثر جذباً للسياح، مستقطباً نحو 8.9 ملايين زائر، ومحققاً عائدات تقدر ب3.7 مليارات دولار خلال 5 أشهر فقط. هذا الارتفاع المذهل الذي بلغ 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة رؤية واضحة وخطة استراتيجية متقنة واستثمار ذكي في البنية التحتية والترويج الرقمي، في الوقت الذي لا تزال فيه دول مثل مصر وكينيا وجنوب إفريقيا تعتمد على رواياتها القديمة من أهرامات وسفاري وثقافات تقليدية. كان المغرب يعيد رسم ملامح تجربته السياحية ليقدم نفسه كوجهة عصرية نابضة بالحياة، تجمع بين التاريخ العريق والحداثة المتجددة وبين سحر الطبيعة ودفء الضيافة. فمراكش وحدها استحوذت على 40% من إجمالي ليالي المبيت، تلتها أكادير بنسبة تفوق 25%، فيما جذبت الدار البيضاء وطنجة عشاق الفن والثقافة والتمدن. أما سر هذا التحول المدهش فيكمن في توسيع نطاق السوق السياحي ليشمل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا، وتكثيف الرحلات الجوية واستقطاب شركات الطيران منخفضة التكلفة، ما جعل الوصول إلى المغرب أسهل من أي وقت مضى. كما راهن المغرب على قوة الترويج الرقمي عبر التعاون مع المؤثرين العالميين ومنصات السفر الفاخرة ليرسخ صورته كوجهة مثالية للمغامرين والباحثين عن تجارب فريدة. لم يعد السائح يزور المغرب ليشاهد فقط، بل ليعيش ويختبر ويكتشف، من مدن فاس ومراكش العتيقة إلى شواطئ أكادير والصويرة، ومن قمم الأطلس إلى كثبان الصحراء الكبرى، ومن أطباق الطاجين العريقة إلى المعارض الفنية المعاصرة في الرباط والدار البيضاء. بات المغرب يمثل أسلوب حياة متكاملا. هذا النجاح لم يعد مجرد انتصار محلي، بل دعوة مفتوحة لبقية الدول الإفريقية كي تنهض بكنوزها المهملة وتستثمر في هذا القطاع الواعد. فالسياحة لم تعد ترفا، بل وسيلة للسيادة الاقتصادية والاعتزاز بالهوية وبناء النفوذ العالمي. وإذا كان المغرب قد أثبت أن الحلم ممكن حين تتلاقى الرؤية مع الإرادة، فإن القارة بأكملها مدعوة اليوم لأن تحذو حذوه. العالم يراقب والفرصة سانحة. هل نمتلك الشجاعة لنخوض التحدي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمونا بالإعجاب والمشاركة كي نواصل تقديم محتوى مميز وموثوق. إلى اللقاء في رحلة جديدة على قناة نيو أفريقيا.